ايوا يا الناس، يا عباد الله، حللوا وناقشوا، واللي عنده شي عقل تخدموا. كيفاش وحده عارفه ضرتها انسانه خايبه وما فيها حتى حاجه مزيانه والو تقول ومن الفوق، وكيف ما ادعات باغا تأذي ولادها بشتى الطرق بالعنف اللفظي الجسدي، كتوكلهم السم، باغا تقتلهم، تشوههم، تدمرهم، تتاجر بيهم، وزيد وزيد من الافعال الحقيره اللي كدير ليها هاد الضره لولادها. ومع ذلك وبالرغم من هادشي كامل باغا تعطيها الولاد، باغا تهدي ليها الولاد، وماشي نهار، يومين، سيمانه، شهر، العطله، لا بالدوام. هاكي ولادي، خودي ولادي، قريهم، كبريهم، ربيهم، خدمي عليهم، ترسي عليهم، ديري فيهم اللي بغيتي واللي حبيتي. انا دابا بكل رغبه مني وبكل قبول وبكل فرحه كنهدي لك ولادي، اودي يا ضرتي. فبالله عليكم الناس، كاين شي منطق كيتقبل هادشي؟ كاين شي انسان عاقل غيتقبل هادشي؟ ابدا. فكاينه علامه استفهام، كيتطرح سؤال: شنو الهدف وشنو الغايه؟ ما تقولوليش حقا بغات مصلحة ولادها، بغات ولادها يكونوا قراب على باهم حيت في السن المراهقة، حقا بغات تسافر وتخليهم مع باهم، حقا هادي ما هادي، نطيق كل شيء الا هاد الهضره. حيت هاد سعاد حنا كنعرفوها مزيان، راه 10 سنين ومنين في اليوتيوب، عارفين باللي اخر همها هي مصلحة ولادها النفسية، آخر حاجة كتقلب عليها هي مصلحة ولادها النفسية. فما الهدف؟ ما الغاية؟ إلا كان بوكريشة باغي ولادو من أجل الخدمة، وهذه هي الصراحة بلا ما نفقوا راسنا، بوكريشة باغي دوك الولاد يجيو عنده من أجل الخدمة، كيوجدهم للخدمة، باغي يدير لهم القنوات ويكبر لهم القنوات باش يخدموا على راسهم، باغي يعلمهم الحرفة ديال اليوتيوب، راه ما كاين لا قرايه ولا صنعه ولا هم يحزنون، كيشوف المستقبل ديال ولادو في اليوتيوب. فإلا كان هدفه هو هذا، وزيد كذلك ما بغاهمش يبقاو عايشين مع الجيران وحيت مراهقين وهاد الهضره. فسعاد شنو هدفها؟ انا غادي نقول لكم وحسب تحليلي ورأيي، والله اعلم وادرى. سعاد اللي بيها واللي كاويها واللي حارقها هي ديك الدار، صافي. هاديك الدار جديده بغاتها تكون لولادها بالروح بالدم، وما كرهتش ولادها كلهم يعيشوا فيها، امين ادم الدسره تيتيما ما كرهتش هي براسها تجي تما صافي بغات هاديك الدار تكون لولادها ماشي للبنى. كتشوفي لبنى جات سكنت فيها بوحده غير هي وبكريشه وزنوبه، صافي غتسمى دارها وهي مولات الدار، واخا مكتوبه على بكريشه كتسمى دارها، هي مولات الدار وهي اللي غتعيش فيها، وهي ما بغاتش هادشي، تموت عباد الله وما تقبلش هادشي. هاديك الدار ديال بكريشه دولادي، ولادي غيعيشوا فيها كيف ما كان الحال ومهما وكيف ما كانت الأحوال، ويوقع اللي بغى يوقع، يبعدوا مني ولادي، يسمحوا فيا، مرات باهم تعدى عليهم ولا دير فيهم اللي بغات، المهم هاديك الدار خاصها تكون لولادي. راه سعاد كيهموها غير العقارات، الماديات، شكون غيستاف، يعني غير بحال هاد الحوايج، وكتركز غير على هاد الحوايج. اذا لاحظتوا ملي كتطلع في اللايفات، ملي كانت كتخرج في اللايفات راه كتهضر غير على الفلوس وعلى المحل والديور، وكتقول اللبنى خدمي لي على ولادي، ديري لي مستقبل ولادي، ديما هذا هو كلامها. وباش كتغنى كتحسوا بها طماعة لأقصى درجة، هلك هاد الطمع وريوقها سايلين بهاد المعنى.
السايلين على اي حاجه كيحققها بكريشه دابا او كيوصل ليها دابا مع لبنى وعلى ظهر لبنى. وكيف ما كانت دار، طوموبيل، ارض، عماره، فيلا، الله يجعل تكون غير براكه، بيكالا، اي حاجه كتشوفها لولادها وخصهم هما اللي يستفدوا، ماشي لبنى وماشي زنوبه. لبنى بالنسبه ليها غير اداه، غير وسيله للخدمه اليوتوبيه كيخدم بها بكريشه وكيجمع على ظهرها الاموال الطائله باش يدير مستقبل ولادو وعلاش يرجعوا ولادو. وماشي زنوبه، لا غير ولادها هي، امين ادم، تيتيما، وعلاش لا حتى يسرى. هكا كتفكر سعاد، وما عندهاش الحق تقول هاد لبنى، هاد الوسيله ديال الخدمه ما عندهاش حق تقول او انا عييت، او انا بزاف عليا، او انا بغيت حقي وحق بنتي. هذه بعدا ممنوع. خدمي وسكتي وصافي وضربي الطم وخلينا حنا نديروا المستقبل لولادنا وعلاش يرجعوا ولادنا صافي. فاحبابي انا هذا هو رايي وتحليلي، وخليوا لي نتوما الاراء ديالكم في التعاليق. غير هو ما تقولوليش، ما تقنعونيش باللي الهدف ديال سعاد من مر هاد الولاد اللي يمشيو يسكنوا مع لبنى هدف نبيل او غايه اللي هي مزيانه. ما غاديش نقتنع بهاد الهضره، حيت سعاد كنعرفها مزيان، كنعرفها باللي مستحيل تطلق ولادها الا اذا كانت الغايه ديالها ماديه ماشي معنويه او نفسيه، او زعما كتهتم بنفسيه ولادها بغاتهم يعيشوا مزيان يكونوا مزيان. لا، غير هكا شي حاجه متعلقه بارض، فلوس، طوموبيل، محال، الفلوس، هكا هي كتفكر. هادشي اللي معشش ليها في الدماغ صافي. والناس اللي غيقولوا لي راكي غلطه اجوديا، راه سعاد عندها ديورها، عندها ارضها، عندها طوموبيلتها، علاش بغات بكريشه وهادشي ديال بكريشه؟ فكنقول لكم نتوما اللي غالطين. سعاد علاش دابا كتلاوط على الراجل؟ علاش باغا ترجع له؟ واش حبا، واش عشقا، ولا على زينو وكحول عيونو؟ راه على هادشي اللي وصل ليه. راه كون بقى مزلوط ما عنده والو كيف ما نهار الاول ما كانتش غتقلب عليه، ما كانتش غدور به، لا يقلب لا به لا بهذيك اللي تزوجاتو. ولكن حيت دار محل ساوي الثمن، دار طوموبيل، عمر الكونط بالملايين، ولا عجبها وباغا ترجع له. حيت هي انسانه نرجسيه، والنرجسي ما كيامنش بالاحاسيس والعواطف وحبني نحبك، الا ابدا. كيامن بالماده، بالاستفاده، اش غناخد منك، اش غنستفد منك، اش غتزيدني، اش غتعطيني. هكا كيفكر النرجسي. وسعاد لو كانت فعلا كتحب بكريشه علاش طلقاتو على قبل الفلوس؟ ما تنساوش هاد القضية، ما تنساوش انها هي اللي دفعها للطلاق. هو بغات دير ما دارت سميرة، وسميرة اش كانت دايرة في داك الوقت؟ كانت دايرة الباز، المحسنين، الملايين كتدخل ليها في الادسانس. ايوا هي بغات دير ما دارت اختها وطلقات الراجل. اذا واش كاين شي حب؟ كاين شي مشاعر خالصه صادقه؟ ما كاينش اخوتي. كاين راني قلت لكم كاين الماده هي اللي لعبه على سعاد. السيده تابعه خنز الدنيا، اللي معشش لفراسها هو خنز الدنيا. والدليل ها هي سامحه في ولادها من صغرهم حتى لكبرهم، وهما عايشين غير مع الناس، وهي تبع الفلوس وكتجمع كتجمع كتجمع وما كتقنعش، ما كديرش وتبقي شويه هكا وشويه هكا. لا، الفلوس ثم الفلوس، باغا العقارات، باغا الاراضي، باغا الطوموبيلات، باغا دير هادي وهادي، وكتعاند مع الناس وباغا تكون احسن من الناس. هذه هي سعاد للاسف. والاشكال احبابي فين كاين؟ هو انها كتظن باللي هذا هو الصحيح،
هذا هو التصرف اللي خاصو يديروه الوالدين مع وليداتهم، وهذا هو الإرث اللي خاصهم يخليو لوليداتهم، اللي هما الديور، الطوموبيلات، الأراضي، العقارات، الفلوس. ما كت ما كتشوفش باللي خاصها تخلي لوليداتها واحد الصحة نفسية مزيانة، واحد الأخوة اللي هي مزيانة، واحد الأرشيف نقي سليم اللي يحمر ليهم الوجه. لا يقلب بهذا الشيء. وانتم راكم كتلاحظوا يسرى وتيتيمه بيناتهم شي اخوه، بيناتهم شي علاقه ديال الخوت، والو. هادي كتحسد هادي، وهادي ما باغيه الخير لهادي، وهادي الى لقات الفرصه كطحن هادي. كذلك امين وادم، راه هذا الشيء اللي غيكون المآل ديالهم. يعني ما خلاتش لوليداتها واحد الأخوة اللي مزيانة، اللي كبروا ويلقاوها يكونوا سند لبعضياتهم، كيعاونوا بعضياتهم. راه هذا هو الإرث الحقيقي. والإرث الحقيقي هو أنك تخلي ولادك في واحد النفسية اللي هي مزيانة، اللي اللي يتزوجوا بها، يربيوا بها وليداتهم، يكملوا بها الحياة، ماشي يكملوا الحياة بالعقد النفسية، بالأمراض النفسية. ايوا سعاد راه خرجت على ولادها، هذه هي الحقيقه. راه كلهم مرض، من كبيرهم حتى لصغيرهم. وزيد الا جيت نهضر راه ما غاديش نسالي. وسعاد هادشي كاع ما رد ليه البال، وكاع ما مسوقه ليه. ولادها يتربوا مع الناس ويبغيو الناس عليها، هي ماشي مشكل. المهم ما مسوقه لوالو، خاص غير كل ما هو مادي، كل ما هو متعلق بالأراضي، الديور، صافي هذا ما كان. فنلخص لكم هاد الشيء كامل. سعاد هاد الولاد اللي باغيه تعطيهم لمرات باهم، راه غير باش يطججوها من ديك الدار نهار على نهار، مع الاحتكاك مع الحياة اليومية. أكيد لبنى غيطلع عليها الزعاف، وغتمرض وغتعصب، وغتفضل أنها ترجع لدارها القديمة، حيث المشاكل راه غيكونوا. مستحيل تعيش مع الربايب حياة اللي هي سليمة ومزيانة. فلبنى في الأخير غتقول نرجع لداري أنا حسن، وهو اللي بغى يبقى مع وليداته مرة عندهم مرة عندي، ماشي مشكل. وهادشي اللي باغا سعاد، وهادشي اللي كتقلب عليه، وهذا هو هدفها، باش ديك الدار جديدة تبقى لولادها والبكريشة. وعلاش لا مع مرور الأيام والشهور تمشي حتى هي ليها، ويتجمعوا ويوليو أسرة زوينة. راكم فاهمين. هذا ما كان الغزالات ديالي بخصوص سعاد. والمهم كيبقى هذا تحليلي ورأيي، والله أعلم وأدرى. ندوزو دابا للبنى. وبلا شك وأكيد ومؤكد راكم شفتوا وسمعتوا الفيديو اللي حطت لبنى والبارح، ماشي البارح، الفيديو اللي كانت لابسه فيه الحمر، وكانت هزه قرعه في يديها، وكانت زنوبه كتدور بين جنابها. هذاك الفيديو كان رائع، وماشي راني كنزيد فيه ولا كنبالغ او حيت معاها كنقول هاد الهضره، ابدا. هذه هي الحقيقه والصراحه. فيديو رائع بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هضرت فيه بواحد الأسلوب عميق جدا. الناس اللي تمعنوا كلامه حرف بحرف وكلمة بكلمة وجملة بجملة غيفهموا المعنى وغتوصلهم الرسالة. والناس اللي شافوها كتمثل وكتكذب، حيت انا قريت بعض التعاليق كيقولوا ليها سيري يا الكذابه يا الممثله ضحكه على الناس كتلعبي بالناس. فكنبغي نقول لكم انتم بالضبط باللي ما كاين لا كذوب ولا تمثيل ولا هم يحزنون. السيدة كانت كتهدر بكل صراحة وبكل صدق على الوضعية اللي هي فيها والحياة اللي عيشاها. من الأخر
فلبنى هضرت على بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المعاناة اللي حنا طبعا عارفينها من شحال هادي، وديما كنطلعوا نقولوا لكم الناس لبنى ليست بخير، ليست على ما يرام، راها في علاقة سامة كتستنزف منها كل حاجة زوينة، صحتها، وقتها، خاطرها، مشاعرها، أي حاجة زوينة كتستنزفوا منها هاد العلاقة. غير هي الله يهديها كانت كتطلع مهم عندها مسكينة المبررات، عندها يعني ظروفها اللي كتخليها كتطلع كتبرر كتغطي ما تغطي، مع العلم كل شيء واضح وباين. فمن غير المعاناة اللي هدرت عليها، إذا لاحظتوا معايا كانت مركزة على واحد المسألة وكتقولها وكتعاودها وكتأكد عليها وبغات المتتبع يفهمها، واللي هي حاليا يمارس عليها ضغط من طرف شكون؟ من طرف بكريشة. بمعنى آخر بكريشة حاليا كيتلاوط عليها بحال شي حنش كيديروا ليها بجنابه بحال شي حنش بوسكه لغرض ما، وطبعا هاد الغرض في مصلحته هو ووليداته، ماشي في مصلحتها هي بالعكس ضدها وغيأذيها وغيدمرها وغيمرضها. حنا في البداية ما عرفناش شنو هو هاد الغرض، ما وضحاتش لينا هي شنو اللي كاين بالضبط، خلت علامة استفهام. هل اللي قال الرجوع وقال حق بكريشة كيشوف هذا الوقت المناسب اللي يدير فيه الرجوع ويخدم به مادام المشاهدة نقصات وعنده أزمة محتوى وتبعه الدار ومصاريف الدار، بغى يدير الرجوع اليوتيوب هل اللي قال المسألة ديال الوليدات اللي توضحت دابا أنها هي اللي كاينة، هل اللي مشى بالو مع التمثيل ديال الفيديوهات أو شي حاجة متعلقة بالدار. المهم كل كيلغي بلغاه، كل واحد حلل بطريقته. فدابا تأكد شنو اللي كاين بالضبط، أن بكريشة باغي وليداتو يجيو يسكنوا معاه، يجيو يستقروا معاه يعني بالدوام، يبقاو ديما معاه يهزوا حويجاتهم ويعيشوا معاهم ويعيشوا كأسرة. فملي لبنى كتواجهوا بالرفض وعدم القبول وكلمة لا ما باغاش ما قداش ما قدراش، كيزعف وكيتقلق وما كيعجبو حال. فالسؤال هو علاش؟ هذا هو السؤال اللي كيتطرح، هو علاش؟ شنو السبب؟ شنو اللي خلى بكريشة كيتعامل مع لبنى بهذه الطريقة؟ علاش واخا كيكون عارف داك المسألة كيكون عارف داك الأمر ضدها وغيأذيها وغيدمرها، كيصر عليه وكيصر عليها أنها تتقبله، وبالله لا يطريه لك خاصك تقبلي وتسكتي، وإلا ما عجبك حالو إلا ما بغيتيش فراكي عارفة سالينا وباي باي مع السلامة، وراكي مصالحة مساوية وتبدلتي وراكي ما بقيتيش مطيعة وزوجة صالحة. فشنو السبب؟ الناس بزاف منكم كتسولوا هاد السؤال وبغيتوا الإجابة، أنا دابا غادي نجاوب لكم عليه وبطريقتي وحسب تحليلي، والله أعلم وأدرى. سمعوني مزيان واعطوني ودنيكم باش نوصلوا للجواب ديال هاد السؤال. خصنا أول حاجة نرجع نشوفوا الوضعية اللي كان عليها بكريشة قبل ما يتزوج بلبنى. أوكي، بكريشة كان واحد الرجل مطلق، عاد خارج من علاقة خايبة ما كان فيها لا استقرار ولا توازن. وركزوا لي على هاد الكلمة ديال توازن، راه هو وسعاد كانوا قلبين الأدوار، هي دايرة دور الرجل وهو داير دور المرأة، وهاد المسألة خطيرة في الحياة الزوجية. راه مهما يكونوا كيبغيو بعضياتهم وكيتسطوا وكيموتوا على بعضياتهم وبيناتهم الأولاد والعشرة، غيجي واحد النهار وغيفركسوا الشمل. راه العادي كيبقى عادي والطبيعي كيبقى طبيعي، واللي عنده شي دور خاصو يأديه بلا ما نقلبوا الأدوار، حيت إلا قلبناها كتقلب الحياة.
صافي. فكان عاد خارج من علاقة اللي كلها عقد نفسية، أمراض نفسية، خلت فيه بزاف ديال النقائص. كان عايش مع جوج بنوتات مراهقات في الدار ديال الكرا. خدمته كانت هي اليوتيوب، كيتقاتل على الفيديوهات والمحتوى باش يربح الادسنس. هذا هو بكريشة، وكانت هذه هي حياته. فشنو قرر يدير؟ قرر انه يتزوج. وفي نظركم واش غير هكاك وصافي؟ يعني كان باخر وعلى خير وكل شيء على ما يرام، وقال غير نتزوج ما فيها بس إلا تزوجت. لا، كان كيحس بالنقص، كانت نقصه شي حاجة أو شي حوايج في داك الزواج. كان نقصو الاستقرار كزوج، حيت الراجل وخا يعيش مع ولادو، مخوتو، يماه، عائلته، ويكون عنده اللي كان، راه ما كيحسش بالاستقرار الا مع مراته. صافي، المراه هي اللي كتوفر الاستقرار للرجل. فكان باغي مراه اللي توفر ليه الاستقرار كزوج، وكان باغي دور الام في الدار. يعني وليداته ما كانش اللي كيدير معاهم دور الام. كان باغي الخدمه، وركزوا لي على هادي. بكريشه راه كان باغي يدير الفلوس، كان باغي يدير لاباس، كان باغي يشري المحل. راه يموت ويحمق ويتسطى باش يشري محل. الحلم ديالو كان هو يشري محل ويكتبه باسمه ويتبجح به، وانا عندي الحانوت وعندي. كان هذا حلمه. فشنو شاف؟ شنو فكر انه يتزوج باش يحقق هاد الشيء كامل. اذا شنو غنسميو هاد الشيء؟ الحاجه. ايوا هذا هو المصطلح اللي كنت كنقلب عليه واللي طلع عليه الفيلم كامل. بكريشه تزوج بلبنى كحاجه. وهنا كاين الفرق ما بين الزوج اللي كيتزوج كحاجه وما بين اللي كيتزوج كاختيار. اللي كيتزوج عن اختيار كتكون حياته ستابل عاديه، ما نقصو والو، باغي غير مرة اللي تكمل معاه الحياة وتزيد أو تضيف لحياته إضافة اللي هي زوينة. هذا هو الزواج عن اختيار. أما الزواج عن حاجة فهو اللي دار بكريشة، كان كيقلب على منقضة. فهموني، منقضة في حياته هو وفي حياة وليداته. هو غتعوضوا على زواجه الأول، غتعالجوا، غتعوضوا على ديك قلة الرجولة اللي كان كيحس بيها، غيولي حس براسو مزيان معاها وهمه وشان. فهمتوني؟ وغتعوض وليداتو على الام اللي ما كايناش، غتلعب دور الام، المربيه، الاستاذه، الطبيبه، الموجهه، الخادمه، المساعده. هاد الادوار كلها غديرها مع ولادو، ومن الفوق وبزياده غتكون هي مصدر الرزق ديالهم. علاش قلت لكم غتكون المنقذه في حياته وفي حياة وليداته؟ يعني هاد المرأة راه هي اللي غادي نديروا عليها لاباس، لا انا لا وليداتي، غنخدم بها انا ووليداتي في اليوتيوب، حيت هذه هي خدمتهم. انا غنطلع قناتي وغندخل الملايين، وبنتي غتطلع قناتها وتدخل الملايين، وبنتي الصغيره حتى هي. يعني ديك المرأة غنديروها محتوى وغنجمعوا بها الاموال وغنديروا علاش نرجعوا. فهمتوا؟ هذا هو الزواج عن حاجه. بكريشه كان كيقلب على اللي تلعب دور المنقذه، وهذا الشيء اللي كان. والراجل اللي كيبغي هذا الشيء من المراه كيبغيها تكون ديما قويه، ديما وقفه، ديما عطيه الجهد، ديما عطيه الخطر، ديما عطيه لاطاك، ما تشكي، ما تبكي، ما تقول انا عييت، ما تناقش. يا ويلها تناقش ولا تجادل ولا تكون فيها الهضره والو. اللي قلت انا هي اللي كاينه. تكون زوجه مطيعه، من الاخر تكون زوجه مطيعه وصافي. يعني تأدي داكشي اللي بغيت منها انا، وتحقق لي داكشي اللي بغيت منها انا وولادي، وكفى.
ومع مرور الوقت والأيام شنو كيوقع؟ كتولي هاديك الزوجة كتحس براسها مجبورة مطالبة بلا لا يطريه ليها، خاصها دير هادشي، خاصها تقوم بهاد الادوار وتلبيها كلها بلا شكا بلا بكا بلا صوت بلا ضجيج. كتولي تحس براسها ممنوع عليها الضعف. تخيلوا، ممنوع عليها الضعف وتبين الضعف وتقول انا عييت وانا مليت وانا بزاف عليا، وكلمه لا، ديك كلمه لا كتولي تجيها ماشي مزيانه وما من حقهاش تقولها هكا. وشنو اللي خلاها تحس بهذا الشيء؟ هو اللي اثر عليها ورسخ ليها في راسها هذه الفكره انها خصها تبقى ديما هي المعطاءه، هي اللي كيستنزف منها وكياخذ منها باش يكون مزيان ووليداتو مزيانين. هكا المعادله، وهذا الشيء اللي كاين الحبايب، وهذا الشيء اللي كينطبق على الوضعيه اللي فيها لبنى. فالناس اللي كيقولوا ليها مالكي على حالتك، مالكي وصلتي راسك لهذا المواصل، علاش انتي صابره؟ شوفوا، الغلط راه كان من البدايه، وهذا الشيء اللي كاين دابا ما هو الا ضريبه الخطا اللي كان في البدايه. لبنى من الاول قبلت على راسها تلعب دور المنقذه، وهو من البدايه جابها كمنقذه صافي. فدابا هادشي فها علاش دابا كيبزز عليها تقبل امين وادم، حيت في الاول قبلت يسرا وفاطمه الزهراء. ايوا في الاول قبلت وكانت مطيعه وكانت مزيانه، ودابا مالها تقلبات، مالها عاقت وفاقت. بكريشة ما يتقبلش هادشي من لبنى، ما يتقبلش منها تتبدل. لا، كيف ما جبتك خاصك تبقى. لبنى برافو عليها، انا لبنى لمست فيها التغيير. السيدة عاقت وفاقت وشخصت الحالة ديالها وعرفت نوع العلاقة اللي عندها مع راجلها، ولات كتقول لا وتعلمت تقول لا. برافو. ولكن هو ما غيتبدلش وما كيبانليش انا غيتبدل، هكا غيبقى. الفكره اللي جاب بيها لبنى غتبقى عنده. جبتك منقذه تلعبي دور المنقذه في حياتي وفي حياه ولادي، وتخدميني انا وولادي ونخدموا بك انا وولادي، خاصك تبقاي هكا، والا صافي. ما صافي، راكم فاهمين الحبايب ديالي. فهادشي اللي كاين، وهذا هو تحليلي انا، والله اعلم وادرى. كيبقى هذا تحليل، ممكن يكون خطأ، ممكن يكون على صواب. اعطوني الرأي ديالكم نتوما في التعاليق. فنجمع لكم هذا الشيء كامل. الفرق ما بين الزواج عن حاجة والزواج عن اختيار هو كالتالي. الزواج عن اختيار، الراجل كيزيدك كيمد ليك، هو اللي كيكون معطاء، يعني حياته ما وقفش عليك باش يعني هو ما وقفش عليك باش يوقف. انت بالنسبه ليه غير حاجه زوينه في حياته كتكملي ليه حياته. ولكن الزواج عن حاجه العكس، داك الراجل كياخد منك وكيستنزف منك اي حاجه فيك باش يكون هو مزيان، باش يكون هو اللي بخير وعلى خيره. وراكم فاهميني. الاول كيخليك تحسي براسك وكديري دور الام معاه، كتوجهيه وكتعاودي ليه التربيه وكتلقي ليه الحلول ولعبه دور المصلحه والمسعفه والمنقذه وكل شيء في حياته. ولكن الثاني كيخليك تحسي براسك بنته، طفلته المدلله، كيراري بك، كيحن فيك، كيتكيس عليك، كيخاف عليك. فهمتوني يا بنات؟ ايوا للحديث بقيه، ما كرهتش نزيد معكم الحديث، ولكن راه طولت عليكم بزاف. وغنبغي نقول لكم في النهايه، لبنى الله يكون ليها في العوان، زعما الله يدير ليها شي تاويل ديال الخير. هاد الوضعيه اللي هي فيها وضعيه صعبه. المراه باغا تحافظ على دارها، باغا تحافظ على زواجها، على قبل بنتها، على قبل راسها، باغا تعيش حياتها الزوجيه طبيعيه. ولكن ما كاينش معابن، ما كاينش، وكتشوف صعيب عليها تغير داك الراجل. اكيد حاولات وحاولات ولكن بدون جدوى. الفكره اللي في راسو هي اللي في راسو، فالله يهديه. حنا كنعرفوا العلاقه السامه، العلاقه السامه خاصها تدفن اليوم قبل غدا.
حيت راها بحال شي مرض خبيث، كل ما طولت في الانسان كل ما كتستنزف منه طاقته وصحته. يعني احسن حاجه انه يتم الدفن ديالها بلا عزو اليوم قبل غدا. ولكن في الوضعيه ديال لبنى، الله يكون ليها في العوان والله يدير ليها شي تاول ديال الخير. المهم الغزالات، هذا ما كان، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وللحديث بقيه. نح عليكم، تبقاو على خير.